مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو على قناتكم عقول منيرة. هذا الفيديو مخصص لإرشاد الشباب في مسارهم بعد اجتيازهم لامتحان البكالوريا، ولكن قبل كل شيء نطلب الله أن يساعد الجميع في نيل شهادة البكالوريا وأن يحصلوا على النقطة التي يرغبون بها من أجل تكملة مسارهم المهني الدراسي والأكاديمي. لنبدأ على بركة الله. قد تبدو اتخاذ القرارات المهمة مربكة، ولكن لا تقلقوا، نحن هنا لنوجهكم في هذا الفيديو. سنكتشف الخيارات المختلفة المتاحة لكم، ونقدم لكم بعض النصائح لاتخاذ قرارات مدروسة تشكل مستقبلكم. يلا نبدأ. قبل اتخاذ قرار، من الضروري أن تعرفوا أنفسكم جيدا. قدموا لأنفسكم بعض الوقت للتفكير في اهتماماتكم وشغفكم وقيمكم. ما الذي يحفزكم؟ ما هي المجالات التي تثير فضولكم؟ ستساعدكم هذه الانعكاسات الذاتية على تحديد مجالات الدراسة التي قد تتوافق مع طموحاتكم. أحد الخيارات أكثر شيوعا وهي متابعة الدراسة الجامعية في المغرب، أو ما يطلق عليها بلافاك. توفر هذه الجامعات المغربية مجموعة واسعة من البرامج تشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم التكنولوجيا. من الأفضل أن تستفسروا عن التخصصات المختلفة المتاحة واختاروا تلك التي تتوافق مع اهتماماتكم. CPGE أو الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى هي أيضا خيار آخر يجب أخذه بعين الاعتبار بالنسبة للذين يرغبون في دخول مجالات الهندسة أو التجارة أو العلوم الاجتماعية. تقدم فصول تحضيرية المدارس الكبرى تدريبا مكثفا يعد لاجتياز اختبارات القبول في المدارس الكبرى. إذا كنتم على استعداد للعمل جاد ولديكم قدرة على فهم المواد العلمية، فقد تكون هذه الخيارات مناسبة لكم. التدريب المهني هو بديل مثير للاهتمام لأولئك الذين يفضلون اكتساب المهارات العملية مباشرة بعد البكالوريا. في المغرب هناك العديد من المعاهد ومراكز التدريب المهني التي تقدم برامج في مجالات مختلفة مثل التقنية والمعلومات وإدارة الفنادق والميكانيك والكهرباء وغيرها من المجالات. ومن أبرز هذه المعاهد نجد l'OFPPT. لقد تكلمت عليه في فيديو سالف، عودوا إليه وستجدون التفصيل. وبالمناسبة لا تنسوا الاشتراك وضغط زر لايك والبارتاج. إذا كانت لديكم الفرصة والإمكانيات المالية، ففكروا في متابعة دراستكم في الخارج. تقدم العديد من الجامعات الأجنبية برامج ذات جودة عالية وافتتاحية دولية. استكشفوا البلدان المختلفة والبرامج المتاحة، وتأكدوا من أخذ التكاليف والمتطلبات اللغوية والمواعيد النهائية في الاعتبار، لأن مواعيد وضع الملفات تكون لها أوقات محددة. ولكن من أهم الأشياء، وبغض النظر عن الاختيار الذي تختارونه، لا تنسوا البحث عن فرص العمل المتاحة في هذا المجال. هذا مهم جدا. تعرفوا على اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة وفرص الحياة المهنية. ستساعدكم هذه المعلومات على اتخاذ قرار مدروس وموائمة مسار دراستكم مع أهدافكم المستقبلية. وأخيرا، تذكروا أن المسار الأكاديمي ليس سوى جزء من اللغز. لا تنسوا تطوير مهاراتكم الشخصية وشبكتكم المهنية والخبرات العملية. اشتركوا في الأنشطة المدرسية الإضافية وقوموا بالتدريب العملي أو المشاركة في مشاريع تطوعية تمكنكم من اكتساب تجربة قيمة والتميز في سوق العمل. كان هذا باختصار مختلف الاختيارات الموجودة والمتاحة للطالب بعد نيله البكالوريا. وهكذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نأمل أن تكون نصائحنا قد ساعدتكم على توضيح خياراتكم بعد البكالوريا واتخاذ قرارات مدروسة لمساركم الأكاديمي. تذكروا جيدا، لا يوجد إجابة عالمية، فكل شخص لديه مسار فريد. استمعوا إلى قلوبكم واتبعوا شغفكم ولا تخافوا من المخاطر. قد يبدو الطريق طويلا ومرعبا، ولكن كل خطوة تقربكم من هدفكم. نتمنى لكم كل التوفيق في مستقبلكم، ونعتقد بثقة أنكم ستحققون إنجازات كبيرة، فمستقبل بلادنا يعتمد عليكم. لا تنسوا أبدا أن تؤمنوا بأنفسكم وتسعوا وراء أحلامكم. شكرا لمرافقتكم، وسنراكم قريبا في فيديو جديد تحفيزي.